دازت كتر مرة بشهور على آخر مرة هزيت فيها السيلو، لدرجة وليت خايف لما نبقاش عارف كيفاش نكتب. فهاد 4 شهور اللي غبرت طرا بزاف د الحوايج، بحال الضجة اللي خلقها فيلم سعيد الناصري نايضة، الفيلم اللي جاني احد اكثر الافلام ضعفا من ناحية الكتابة والاخراج والتمثيل والانتاج. فقط حاجة تقدر يدغدغ مشاعر المغاربة، قدر يحقق هاد المشاهدات، حيت لا يعقل انك تقدم عمل فني والكتابة ما كتحترمش اسهل شرط واهم شرط اللي هو الشو دونت تيل. في الجهة الاخرى الاوسكار غتعلن للمترشحين للدور 97، الجائزة اللي فقدت القيمة ديالها في السنوات الاخيرة، والسبب هو ضعف الافلام المنافسة، حيث ان هذه هي احد اسوأ فترات في تاريخ السينما منذ التاسيس ديالها. كاين بزاف ديال الاسباب اللي نقدر نهضر عليهم في فيديو اخر، لكن احد الاسباب هي الاجندات اللي كتحاول الشركه تطرحها في الافلام حتى لو كان الامر على حساب القصه والحبكه. طبعا ما نساوش التعديلات في مدونه الاسره اللي خلات الذكور كاعينوا ما عجبهمش الحال، خصوصا الحياه اللي ما عجبهمش التعديلات ديال التعدد وتحديث الزواج في 18 سنه. التعديلات جات لأجل المساواة بين الجنسين واحترام حقوق الإنسان، على عكس القوانين ديال حرية التعبير اللي ولات صارمة في المغرب، خصوصا اقتراح تشديد العقوبات على المضربين اللي كيتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وشفنا هذا الشيء فاش تسجن إلياس المالكي، وكان انقسام ما بين مؤيد ومعارض. غالبا الآراء المؤيدة كتدخل في خانة محاربة التفاهة، والمعارضة لأجل احترام حرية التعبير. طبعا قبل ما نبداو ما تنساوش تابونا وتخلي واحد الكومنتار زوين. يلا مشينا. الفكرة ديال انك تحل الكاميرا وتبقى داوي وتقول اي حاجة بغيتي كانت اشبه بالخيال. هاد القدرة على التعبير عن الافكار كانت حصر على السياسيين والصحفيين. الناس وصلت لواحد المنصب، وداك المنصب كيعطيها واحد المصداقية في الكلام، لكن المشكل هو ان هاد الناس كانت كتقود جميع الافكار اللي باغا هي. وخير مثال هي المانيا قبل الحرب العالمية الثانية، استعملوا الجرائد لنشر الافكار والايديولوجيات المتطرفة. وما نساوش محاكم التفتيش في اوروبا ضد أي شخص معارض للكنيسة، بحال غاليليو اللي قال أن الأرض كروية، الأمر اللي كان كيتعارض معتقد الكنيسة في ديك الوقت، وانتهى به الأمر في السجن. وزيد عليه القيود اللي كانت للسينما ورحلة التغيير اللي مر منها مخرجين بحال مارتن سكورسيزي وستانلي كوبريك باش تبقى الحرية لصناع الأفلام. وكنشوفوا في المغرب فاش خرج فيلم زيدي فيك داروا الناس مظاهرة قدام البرلمان ضد الفيلم. الهدف من هادشي اللي قلت هو رغم الرحلة اللي مرات منها البشرية من أجل حرية التعبير، الناس بحد ذاتها كتحاول ترجعنا بالزمن اللور، الزمن ديال محاكم التفتيش، كلمات لنحارب التفاهة. هاد الجملة ديال لنحارب التفاهة كيجيني بزاف ديال التساؤلات، بحال شنو هي التفاهة؟ شكون كيحدد المفهوم ديالها؟ هي اي حاجه ما كنستافدوش منها؟ على هاد الحساب خصنا نديرو شي واحد يكون مكلف ويقول لنا هذه تافهه وهذه لا. بالنسبه لي انا ما كاينش شي محتوى تافه ومحتوى هادف، كل محتوى عنده ناس خاصين به، انت اللي كتحدد واش تفرج فيه. الا عجبك، الا ما عجبكش تقدر دير فقط سكيب. حيت الا مشينا بهذا المنطق ديال اي حاجه ما كتقدمش شي حاجه هادفه كتعتبر تافهه، فراه يمكننا نعتبر كره القدم كذلك، فيلم سعيد الناصري حتى هو، ستاند ابس، البرامج التلفزيونيه اللي كدوز. ولكن انت يمكن نعتبروا ان الامر ماشي حريه التعبير بكل بساطه الا كان الخطاب كيكون فيه تهديد او دعوه للعنف، حيت هذا الامر يقدر يؤدي للحرمان ديال الناس واشخاص الحق العيش، وهنا كتنتهي الحريه ديالك، حيت الاذى اللي كتلقى غيكون مادي وما غيبقاش فقط معنوي. صراحه عندي بزاف ما يتكرر هذا الامر، خصوصا ملي شفت اللقاء ديال عزيز غالي مع تاويل تشولك، وكيفاش حريه التعبير عند عزيز هي انك تقول شي حاجه اللي هو متفق معها. لكن سالي الفيديو عند هنا، بغيت غير نقول لكم راني رجعت ونشوفكم من بعد.